مستخدمون لمنصة إكس تويتر سابقا مع لقطة مصورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول وبيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب مباراة الفريقين الأحد ضمن مباريات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وكان صلاح أحرز هدفاً ساهم من خلاله في فوز فريق الريدز على فريق السيتيزنز تحت قيادة غوارديولا بنتيجة 0-2 في مباراة احتضنها استاد الاتحاد. وأظهرت اللقطة محمد صلاح 23 عاماً وهو يتحدث مع بيب غوارديولا عقب صافرة النهاية، وقد انتابهما الضحك خلال حديثهما. وأصبح برصيد صلاح 25 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في البريمير ليج هذا الموسم 2025 بعد 2024، فيما تلقى فريق بيب غوارديولا الخسارة رقم 8 في المسابقة